القضية. السلام عليكم. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن الظروف والمتغيرات الدولية وتأثيرها على الشراكس في القفقاز وفي دول الشتات. زي ما كلنا بنعرف إنه التطور، التغير، التبديل هي صفات أساسية من صفات هذا الكون، والشراكسة سواء كانوا هون أو يعني في الوطن الأم وفي أي مكان ليسوا استثناء من هذا التطور. شفنا إحنا كيف يعني التهجير أثر على الشراكسة يعني نواحي عديدة جدا، لكنهم استطاعوا برغم ذلك أن يقيموا مجتمعات فاعلة ونشطة وإيجابية في كل بلاد الشتات رغم كل المصاعب اللي عانوا منها. احنا بنقول هذا الشيء حتى نبرز تمسك الشراكسة بمواقفهم واعتزازهم بما حققوه في الأقطار اللي تواجدوا فيها، لكن في الوقت نفسه لازم ننتبه ونلفت الانتباه إلى ضرورة الاحتياط للمستقبل، لأن منطقة الشرق الأوسط اللي بيعيشوا فيها معظم الشراكسة الآن منطقة غير مستقرة، وأسبابها يعني سببين كبار رئيسيات في رأيي المتواضع. أولا النفط اللي هو سبب اهتمام دول الغرب والدول الكبرى كلها بهذه المنطقة، لأنه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تحتوي على 50% من احتياطيات النفط المثبتة والمعلنة. اثنين، عدم توصل الأمة العربية إلى سلام ناجز مع إسرائيل بسبب طمع إسرائيل في الأراضي العربية وبسبب طمعها في كامل أراضي فلسطين. ثلاثة، هناك مشكلة المياه. المياه الآن واضح أنه يعني منطقة الشرق الأوسط مثل كل منطقة الوطن العربي فيها مشكلة مياه، وربما تؤدي هذه المشكلة إلى قيام حروب ومشاكل تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وهنا يعني لازم يتحوطوا الشراكسة إلى مثل هذا، لأنه ربما تقوم أنظمة معادية لوجودهم في أكثر من بلد هم يعني مقيمين فيه. وهذا أسارع إلى القول إنه هذا المنحى مش لازم يأثر إطلاقا على مواطنة الشركسي في الأردن أو سوريا أو تركيا أو أي مكان آخر، ومش لازم أيضا ينتقص من حقوقه، لأنه حتى روسيا الآن اللي عندها قاعدة صناعية كبيرة واسعة وعندها تطور فني تقني معروف، مستهدفة من قبل الغرب، لأنه لا يريد لها أن تعود إلى المكانة اللي كان يحتلها الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار. ونحن الشراكسة في صراعنا وفي سعينا إلى تحقيق أهداف قضيتنا لابد وأن نكون ضمن الحسابات التي يقيمها مين مكان ممن يهتموا بهذا السباق. رئيس الوزراء الروسي والرئيس السابق والرئيس القادم حاول بشكل كبير جدا أنه يتصدى لهذا المسعى اللي بيحاول يبقي روسيا مقسمة ومهمشة وضعيفة يعني منهكة بمشاكلها الداخلية، إلا أنه يعني لا يزال أمامه شوط طويل. فلذلك
الشركس مطلوب منهم الوعي والتحوط بشكل واسع جدا لكل هذه المتغيرات الدولية، ومطلوب منهم حراك سياسي نشط وفعال حتى يكونوا في المستقبل جاهزين لأي تطور سياسي، سواء كان في الأردن أو في سوريا أو في تركيا أو في أي من بلدان تواجدهم. يجب أن تكون هناك وعي سياسي يقابل نشاط سياسي أيضا للحفاظ على ديناميكية الحياة السياسية والتمثيل السياسي والحقوق السياسية التي يتبعها كثير من الحقوق الاقتصادية في التوظيف والوظائف العامة وكل ما يلحق ذلك من حقوق وواجبات. طبعا هذه القضايا يعني عمال يتأثر فيها الشركس بشكل واسع جدا، وأهم تأثير كان في السنوات الأخيرة كان هو القضية الشيشانية. القضية الشيشانية أثرت على مسار صدور قوانين كانت في بداية انهيار الاتحاد السوفيتي. بدأت الجمهوريات الحكم الذاتي تصدر قوانين لا بأس بها بالنسبة لتسهيل عودة الشراكسة إلى الوطن الأم، وكان في يعني أعداد كبيرة من تركيا وأعداد أقل من سوريا ومن الأردن، إلى أن بدأت المشكلة الشيشانية في الظهور. فبالتالي الفيدرالية الروسية أوعزت إلى هذه السلطات في الجمهوريات الثلاثة بتغيير القوانين وبتغيير المسار. لا يكفي القول هذا، لأنه إلى جانب القضية الشيشانية هناك تيار داخل روسيا نفسها في تتارستان في بشكورتوستان على سبيل المثال. هذول الجمهوريتين جمهوريات حكم ذاتي داخل الفيدرالية الروسية طلبوا جهارا أن تكون لهم وضعية استقلالية إلى حد الكونفدرالية مع روسيا، ولكن طبعا يعني استعانوا الروس بأعوانهم داخل الجمهوريتين هذول وسبيت المشاكل. طبعا القضية الشيشانية وضعت روسيا أمام محك، أولا من الناحية ظهور الإسلام كقوة سياسية، والإسلام يعني في داخل روسيا الآن أعداده كبيرة جدا، ما بيقدروا يعني الروس أنه يتجاهلوها من ناحية أخرى. يعني الحفاظ على من قبل روسيا على جمهوريات ذات حكم ذاتي لا تريد أن تبقى داخل الفيدرالية الروسية يعرض الديمقراطية الروسية إلى سؤال محرج، وهو هل تريد روسيا أن تبقى ديمقراطية أم أنها تريد أن تكون إمبراطورية على النمط السوفيتي القديم؟ طبعا المنطق بيقول إنه كل المسؤولين الروس عم يقولوا إنه نحن لا بدنا نصير دولة ديمقراطية. دولة ديمقراطية بتحارب ناس، شعب عم بيقول لك أنا لا أريد أن أكون جزء من الفيدرالية الروسية وأريد الاستقلال. ففي البداية كانت روسيا محرجة من الثورة هذه، وكانت أمريكا تقف ضدها، ولكن لما روسيا وقفت مع الولايات المتحدة بعد تفجيرات 11/9 تحول الرأي العام الأمريكي إلى التعاطف مع روسيا، وكانت النتيجة أنها شنت حرب رهيبة على شيشان. كونها
روسيا الآن يعني عم تعيد بناء غروزني، وبتقول انه نحن يعني عملنا اتفاقيات وحصلنا على السلام، هذا غير صحيح وغير مقنع، لانه عم نسمع عن قيام انفجارات واشتباكات، مما يقول على انه يجب على روسيا ان تصغي الى التأثيرات القادمة باتجاهها من الجنوب ومن الإسلام كقوة سياسية. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.